يا صباح الجمال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده يا بنات هشارك معاكم الطريقه السهله البسيطه المميزه لعمل المخلل الجاهز في البيت اللي هيفضل محافظ كده على قرمشته لو قعد حتى عندك 4 أو 5 شهور. وسيبك بقى من كل الاختراعات والافتكاسات اللي انت شفتيها قبل كده، وجربي الطريقه دي بجد هتبهرك. لو اول مره بقى بتشوفوني يا بنات، انا اختكم رنا من مصر. يا ترى انتوا بتشوفوني من اي بلد؟ ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ويلا نشوف المخلل القمر ده عملناه ازاي. طبعا في كمية خضار كتير في السوق، سواء بقى لفت، جزر، شطة، قرنبيط، كرنب، في كل حاجة موجودة دلوقتي. فنستغل بقى الفرصة دي، وبالذات ان احنا داخلين على شهر رمضان ونخلل المخلل بتاعنا. مش هنشتري جاهز ولا اي حاجة، بالذات ان احنا محدش يعني تقريبا قد كده خزن زيتون السنة دي. جبت الخضار غسلته كله كويس قوي، قطعت اللفت كده لأصابع تكون متوسطة. الخيار بتكون تقطيعته سميكة شوية لأن الخيار بتخلل بسرعة. الجزر هتكون تقطيعته أرفع من تقطيعة الخيار، عشان عايزين المخلل كله يا بنات يعني يتحدق كده مع بعض أو يستوي مع بعضه. الشطة حسب حجم قرن الشطة، قطعيه على 2 أو 3 حسب طوله. وكمان أنا استخدمت شطة حراقة. كان موجود فلفل، جبت حوالي 4 5 حبات كده من الفلفل الأحمر. لو حابة خليه براحتك. كمان جبت القرنبيط، موجود كتير وسعره رخيص. بقطع القرنبيط قطع صغيرة برضو علشان يستوي مع الخيار ومع الجزر. انت اللي بتتحكمي بقى في ان هو كل الخضار يستوي مع بعضه. كمان الليمون، كل ليمونة كده قطعتها على 8 قطع. استخدمت 4 ليمونات بس. قلبت الخضار كله مع بعضه يا بنات. هجيب بقى هريسة الشطة، هنزل ب4 معالق كبار من هريسة الشطة دي متخزنة عندي. لو مش عندك شطة متخزنة، ممكن تجيبي شطة حمر أو فلفل أحمر وتفرميه في الكب أو بالمخرطة، المتاح بقى عندك. قلبت كل الكلام ده مع بعضه. هجيب البرطمان وابدا ان انا املاه بالمخلل. من ضمن بقى حاجات بسيطه كده بس بتفرق كتير، الميه اللي احنا هنضيفها على المخلل. انا بجيب الميه يا بنات واغليها كويس قوي واسيبها تبرد تماما. التركه دي مستحيل تعمل ريم، ويفضل كده المخلل كده محتفظ بقرمشته لفتره طويله جدا. هجيب بقى ورق لورا اضيفها كده على البرطمان من فوق، حوالي ورقتين 3. وهنعمل بقى المحلول يا بنات. لتر المية عليه معلقة من البابريكا أو شطة حمرا مطحونة، حوالي كده ربع كوباية صغيرة من الخل، 3 معالق كبار من الملح. وهقلب كده وانزل على المخلل بتاعنا بالمحلول ده. افضل محلول ممكن تعملي بيه المخلل يا بنات. وزي ما قلت لك، لو ما عندكيش بابريكا ممكن تستخدمي شطة حمراء من اللي هي الناشفة. ولو مش موجود عندك ده وده يبقى خلاص تستغني عنها، بس اهم طبعا شيء الخل والملح. ضفت كيس كده على الوش. الكيس ده يا بنات لو المخلل ده عندك 4 5 شهور، الوش بتاعه هيفضل كله زي بعضه، مفيش ريم، مفيش مثلا عفن، مفيش اسمرار للمخلل ولا اي شيء. وخزنيه بقى عندك كده في اي مكان. وبعد اسبوع بالظبط هتبداي ان انت تاكلي منه عادي، هيكون جاهز للاكل بعد اسبوع. طب لو احنا مش عايزين ناكله بعد اسبوع، عادي جدا ممكن يفضل عندك زي ما قلت لك شهرين 3 4. طالما انت غاليه الميه وحاطه كيس على الوش، مش هيحصل له اي شيء. وزي ما انت شايفه كده بعد اسبوع احلى مخلل ممكن تعمليه. ما تقوليليش بقى المخلل الجاهز ولا اي حاجه. مقرمش الخضار كله مستوي مع بعضه او كله جاهز يعني يعني بقى متخلل كله مع بعضه. طعمه بجد تحفه. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش يا بنات اللايك وكمان الاشتراك، وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. اتمنى السعاده والخير والتوفيق والنجاح لكل الناس. هسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.